أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكايات الفتوحات العظيمة للقائد قتيبة ابن مسلم البهلي. النهاردة بقى هنكمل كلامنا معاكم عن القائد الأسطورة اللي ما كانش يعرف يعني إيه بعد مسافة ولا حتى بيخاف من طول الطريق. فتح بلاد وكسر ممالك ووصل بالإسلام لأماكن محدش يتخيلها، اللي كان منها مثلا الصين. مدينة بخارى دي المدينة اللي أظهرت قد إيه ذكاء قتيبة في نشر الإسلام، اللي استخدم فيها عدة أساليب، منها مثلا حافز مادي عشان يشجع الناس على صلاة الجمعة. ده غير كمان إن هو استبقى بعض الجنود المسلمين. الحركة دي ما كانتش مجرد حركة عادية، لكنها كانت حركة مقصودة بهدف إن هو ينشر الإسلام بمبدأ المعاملة. ده غير كمان إنه بنى مسجد علشان ينشر الإسلام بالطريقة الصحيحة. كل ده بقى هنتعرف عليه في حلقتنا النهارده. ومن مدينة بخارى بدأت بقى الدايرة توسع عشان توصل لمدن تانية، منها مثلا مدينة خوارزم، ده غير كمان مدينة سمرقند والمناطق المحيطة بيها، لحد بقى ما تنتهي رحلة الفتوحات لبلاد الصين. لكن برضه بانتهاء رحلة فتوحاته ما كانتش نهايته سعيدة، بل أصبحنا قدام نهاية حزينة جدا بتفكرنا قد إيه إن الدنيا صغيرة، وإن أعظم الفاتحين ممكن تكون نهايتهم غير اللي يستحقوه. ولو حابين تعرفوا أكتر عن الموضوع ده، أنصحكم ما تفوتوش الجزء الأخير في حلقتنا، اللي هنتعرف فيه عن نهاية بطل حقيقي جاهد في سبيل الله، كان ليه الفضل بعد ربنا في فتح بلاد ما وراء النهر، اسمه قتيبة ابن مسلم البهلي. السلام عليكم وأهلا بيكم في نزهة تاريخية. زي ما وعدناكم في الحلقة اللي فاتت، هنتعرف أكتر على السياسة اللي تبعها قتيبة عشان ينشر الإسلام من أهالي مدينة بخارى. لكن لازم نعرف أكتر إن ورا الكواليس ما كانش الموضوع سهل قوي وهين كده. يعني القائد قتيبة مش مجرد ما وصل مدينة بخارى قدر إن هو ينشر الإسلام فيها، والناس دخلوا الإسلام وقالوا له سمعا وطاعة والدنيا كانت جميلة وهينة وسهلة. لا، الموضوع خد وقت ودخل في حروب ومعارك معاهم، غير ان الناس دي كمان كانت ليهم مقاومة شرسة جدا ضد المسلمين وقتيبة بن مسلم البهلي. فمثلا يعني من ضمن الحاجات اللي عملوها اهالي مدينه بخارى ان هم كان سبق ليهم نقضوا العهد، مش بس مع قتيبة، حتى مع الناس اللي سبقوه قبل كده وكانوا بيحاولوا ان هم ينشروا الاسلام في المناطق دي وغيرها من بلاد ما وراء النهر. يعني مثلا قتيبة مجرد كده ما يتأهب ويدخل المدينة دي علشان ينشر الإسلام فيها، كان البديهي والطبيعي عند عادة أهل الكفر إن هم يستنجدوا بالمناطق المحيطة بيهم، طبعا ضد المسلمين. وعلى الرغم من كده قتيبة كان برضه بياخد الموضوع بجدية وإصرار، وكان بيدخل معاهم في معارك وبيكون النصر حليف ليه. لكن برضه فكرة إن قتيبة يدخل في معارك مع الناس دي وبعد كده ينقضوا العهد وبعد كده يرجع مرة تانية، وده اللي حصل مع الناس اللي سبقوه قبل كده من المسلمين اللي حاولوا يفتحوا المناطق دي. لكنه هنا بقى اضطر إن هو يتبع سياسة تحفيزية اجتماعية عشان يحفز أهالي مدينة بخارى وغيرها من المدن إن هم يعتنقوا الإسلام بصدر رحب. كان منها مثلا إن أي حد كان بيصلي صلاة الجمعة وقتها كان بياخد درهمين، وده نوع يعني من تأليف قلوب المسلمين الجدد عشان يتعرفوا أكتر على الإسلام. في نفس الوقت طبعا الحركة دي بترمي لقدام شوية إن الناس دي مع الوقت للتاني تعرف الإسلام أكتر، يتعلقوا أكتر بالدين ويتغلغل الإسلام في قلوبهم بشكل سهل جدا وهين. زي ما كان قتيبة كان بيجاهد عشان ينشر الإسلام بين أهالي مدينة بخارى، برضو أهالي مدينة بخارى يذكر ليهم كمان إن هم كانوا بيجاهدوا عشان يعرفوا الإسلام أكتر. فقيل مثلا إن أهالي مدينة بخارى لما كانوا بيصلوا في بداياتهم يعني كانوا بيصلوا بالفارسية، وقيل كمان إن كان في شخص بيكون موجود وقتها بيكلمهم بالفارسية وبيعرفهم وقت الركوع والسجود، لحد بعد كده بقى معرف أهالي مدينة بخارى اللغة العربية، وبكده يكون لقتيبة ابن مسلم البهلي الفضل الأول في دخول أهالي مدينة بخارى الإسلام. قتيبة ما اكتفاش بس إن هو يلجأ للتحفيز المادي عشان يحفز أهالي مدينة بخارى إن هم يصلوا، لا، اتبع أساليب تانية ذكية جدا عشان خاطر من خلالها يقدر ينشر الإسلام بين أهالي مدينة بخارى. منها مثلا إن هو استبقى الجنود المسلمين أو استبقى بعض الجنود المسلمين بين أهالي مدينة بخارى. طبعا الجنود دول هيعيشوا في المجتمع البخاري، هيتغلغلوا، هيولد ده نوع من المعامله. اهالي مدينه بخارى كده يقدروا يعرفوا الاسلام اكتر فيدخلوا الاسلام بشكل سهل جدا وبسيط. يعني باختصار مفيد كده من خلال مبدا ان الدين معامله، اتمكن قتيبة ان هو ينشر الاسلام بين اهالي مدينه بخارى. من جمله الغنائم اللي حصل عليها المسلمين ان هم اخذوا بعض منازل اهالي مدينه بخارى. قتيبة كان بيرمي ان هو يعزز الوجود الاسلامي في المجتمع البخاري، بمعنى انه لما يستبقي بعض الجنود المسلمين في المجتمع البخاري ده هيولد من الوقت للتاني احتكاك، فالناس دي تعرف الاسلام ويدخلوا الاسلام زي ما قلنا قبل كده. واكيد طبعا قتيبة مش هينسى ان هو ياسس مسجد في مدينه بخارى، وده بالفعل حصل سنه 94 لما بنى قتيبة المسجد الجامع في المدينه. وزي ما قتيبة جاهد عشان ينشر الإسلام، الحمد لله جهوده أثمرت، والناس دي اعتنقت الإسلام، بل إن هم كمان تبحروا في العلوم الشرعية وغيرها من العلوم اللي كان ليها دور كبير جدا في النهوض بالحضارة الإسلامية. فكان مثلا لأهالي مدينة بخارى مجهودات واضحة جدا في العلوم الشرعية وعلوم اللغة والحديث. يذكر مثلا إن مدينة بخارى اللي فتحها قتيبة وغيرها من المدن خرجت لنا قائمة من العلماء والفقهاء والمفسرين والمحدثين، أشهرهم مثلا الإمام البخاري صاحب صحيح البخاري، وده بقى أصح كتاب في الحديث وتاني أصح وأهم كتاب
بعد القرآن الكريم. فتح قتيبة مدينة بخارى وكمان مدينة خوارزم، لكنه بعد كده تأهب إن هو يفتح مدينة سمرقند سنة 94 هجريا. وكانت البداية إن قتيبة أرسل أخوه عبد الرحمن ابن مسلم ب20,000 من الجند لمدينة سمرقند اللي كانت عاصمة بلاد الصغر، وبعد كده بقى قتيبة لحقوا مع باقي جيش المسلمين لمدينة سمرقند. وطبعا كعادة أهل الكفر أهالي مدينة سمرقند كانوا بيحاربوا قتيبة وأرسلوا ليه جيش عشان خاطر يهاجموا في الليل، لكن قتيبة أفسد عليهم كل خططهم. فكان رد قتيبة إن هو أرسل ليهم أخوه عبد الرحمن ابن مسلم مع بعض جنوده وقطعوا عليهم الطريق. واستطاع المسلمين طبعا الحمد لله كان النصر حليف ليهم، وقدروا إنهم هم يحققوا النصر على أهالي مدينة سمرقند. وكعادة قتيبة علشان يعزز من دعائم الإسلام في مدينة سمرقند راح بنى مسجد، لكنه كمان على الجانب الآخر أمر بجمع كل الأصنام وحرقها. ده بصراحة أثار استياء أهالي سمرقند، قالوا له يعني ما ينفعش إنك أنت تحرق الأصنام دي، لأن في معتقدهم إن أي حد هيحرق الأصنام دي هيهلك. لكن قتيبة كان رد مباشر جدا عليهم إن هو حرق الأصنام بنفسه. لكن بصراحة برضو تاريخه الطويل من الانتصارات والفتوحات في بلاد ما وراء النهر حمسه بشكل كبير جدا إنه يكمل رحلة جهاده في المنطقة دي، فتمكن من وقتها إن هو يفتح البلاد المجاورة لمدينة سمرقند، فتحها صلحا زي مثلا مدينة كش ونسف، غير كمان مدينة الشاش اللي هي حاليا طشقند عاصمة أوزبكستان، لحد ما وصل بقى لمدينة فرغانة وتم فتحها سنة 94 هجريا. لكن معلومة كده على الطاير بخصوص فتحه لبلاد الصين، يذكر إن سنة 96 هجريا وصل قتيبة ابن مسلم البهلي بجيشه لإقليم الكشغر اللي هي كانت في الصين وقتها. لكن اللي جاي هنا بقى مفاجأة، قتيبة فتح بلاد الصين. سبق لينا قبل كده اتكلمنا عن فتح قتيبة لبلاد الصين، واتكلمنا كمان عن الحوار اللي دار بين جنوده وبين امبراطور الصين. لو حابين تعرفوا اكتر عن الموضوع ده انصحكم انكم تشوفوا حلقة قتيبة ابن مسلم البهلي قائد ارعب ملك الصين. على العموم هسيب لكم لينك الحلقة في صندوق الوصف. المهم قتيبة يصالح ملك الصين، لكن طريق رجوعه كتب نهايته. قتل قتيبة اثناء رجوعه في مدينة فرغانة، ومع الاسف مات بطلنا العظيم. قتل قتيبة بعد معارك وفتوحات ورحلة كبيرة جدا من الجهاد اتمكن من خلالها ان هو يثبت الوجود الاسلامي في بلاد ما وراء النهر، ربنا يرحمه ويتقبل اعماله. لكن بصراحة قصة مقتله كانت حزينة شويتين. القصة بترجع ان الخليفة الوليد بن عبد الملك خليفة المسلمين قرر وقتها كده من نفسه ان هو يخلع اخوه سليمان ابن عبد الملك ويخلي الولاية طبعا لابنه عبد العزيز. المشكلة هنا بقى ان قتيبة أيد البيعة دي، أيد إن البيعة تكون لابنه عبد العزيز، لكن يشاء القدر إن الوليد عبد الملك نفسه يموت، ترجع الولاية مرة تانية لسليمان بن عبد الملك. وهنا بقى دي كانت مشكلة قتيبة، وممكن نقول كده يعني دي كانت سبب نهايته. لكن على الأسف الشديد الإحساس اللي متسرب لقتيبة انعكس القتل والغدر والخيانة اللي ممكن يعملهم خليفة المسلمين ضده، خلاه على الأسف الشديد يعجل من هلاكه. قتيبة أرسل رسالتين، مش المشكلة في الرسالة الأولى اللي كان فيها تهنئة للخليفة سليمان بن عبد الملك على توليه خلافة المسلمين، المشكلة بقى في الرسالة الثانية اللي كان بيعلن فيها قتيبة تمرده على الخليفة. الغريب في الأمر إن بالفعل الرسالة وصلت للخليفة سليمان بن عبد الملك وتقبل التهنئة، بل إنه كمان أيد إن قتيبة يكون لسه على منصبه. لكن يشاء القدر إن الرسول يتأخر، ومن هنا بقى قتيبة يتعجل في إعلان التمرد على خليفة المسلمين. وأول حاجة عملها قتيبة إنه اصطدم بالخليفة نفسه وأعلن العصيان السياسي على خليفة المسلمين، لكنه بصراحة دخل نفسه في صدام مفيش منه أي رجعة، وده بالفعل اللي حصل، لأن قتيبة خلع خليفة المسلمين وأعلن نفسه الحاكم الوحيد للبلاد. لكن على الأسف الشديد أغلب الناس كانوا رافضين اللي كان بيعمله، بل إن كمان الجيش كان رافض خالص إن هو يأيد قتيبة، وأصروا على إن ولائهم الوحيد لخليفة المسلمين الخليفة سليمان ابن عبد الملك. من هنا بقى قتيبة دخل معاهم في صدام واشتبك معهم، لكنهم قتلوه هو وكل اللي كان معاه من أهل بيته في مدينة فرغانة. الكلام ده كله كان في سنة 96 هجريا، وبمقتله تنتهي رحلة طويلة من الانتصارات والإنجازات الجهادية الكبيرة في بلاد المشرق الإسلامي.